فيلمنا النهاردة هيبدأ مع طفل اسمه علي راح يصلح جزمة أخته المقطوعة. بعدها هيروح يشتري عيش من الفرن وخضار من السوق. بيسيب جزمة أخته برا المحل وهيدخل يشتري خضار، وبيجي عامل النظافة بيلم أكياس الزبالة وبياخد الكيس اللي فيه الجزمة بالغلط، وبيطلب علي من صاحب المحل إنه يحط تمن الخضار على الحساب. فبيطلب منه صاحب المحل إن والدته تدفع الحساب لأن كتر عليها جدا. فبيخرج علي برا المحل بيكتشف إن الكيس مش موجود، فبيدور عليه، بيوقع الخضار من غير ما يقصد، بيزعق له صاحب المحل وبيطرده. بيوصل علي البيت وبيعيط لأخته إن نسي جزمتها في السوق، بيقول لها إنها تسامحه. فهتعيط زهراء على جزمتها اللي ما عندهاش غيرها لأنها مش هتعرف تروح المدرسة. علي هيروح على محل الخضار وهيدور على جزمة أخته، وبيخرج صاحب المحل وبيطرده تاني. هيقابل علي واحد وهيديله شوية سكر وهيقوله اديه لباباه. باباه هيقعد يتخانق مع والدته عشان غسلت السجاد وهي حامل، وبيزعق لعلي وبيقوله ان لما كان في عمره كان بيساعد والدته، فهتقوم زهراء تعمل شاي لوالدها وبيطلب منها تحط له سكر، فبتقوله ياخد من السكر اللي قدامه، فبيقول لها مش هينفع لان ده السكر بتاع المسجد وده امانه. بترجع زهراء تذاكر جنب اخوها وبتكتب له ازاي بكره هتروح المدرسه، فبيقول لها تروح بشبشب البيت، فبتتضايق وبتقوله انها هتقول لوالدهم انه ضيع الجزمة بتاعتها. لكن علي بيقول لها انه لو والدهم عرف هيضربهم هما الاتنين. وتاني يوم الصبح زهراء هتلبس جزمة اخوها وهتروح المدرسة، وعلي هينتظر اخته ترجع عشان يروح بنفس الجزمة المدرسة. ولما يرجع هيغسلوا الجزمة سوا، وهيفتح علي الباب هيلاقي صاحبه بيقوله تعالى العب معايا الكورة، لكن علي هيرفض. بالليل المطر هتمطر وزهراء هتقول لعلي الحق الجزمة قبل ما تتبل. وتاني يوم الصبح زهراء في طريقها للمدرسة هتقف قدام محل جزم، هتقعد تتفرج على الجزم، وتستأذن زهراء انها تسيب الامتحان وتروح عشان تلحق اخوها. وهي وفي طريقها للبيت هتقع فردة جزمتها في المية، وبتحاول تمسك الجزمة لكن ما بتلحقش، وبيساعدها واحد وبيطلع لها الفردة وبترجع لاخوها، وهتقوله انها مش عاوزة تلبس الجزمة تاني عشان كبيرة، فبيقول لها ان والدهم فقير ومش هيقدر يشتري لها جزمة. وبيروح علي المدرسة وصاحبه بيكتب له في ورقة انه يلعب معاه كورة بعد المدرسة، لكن علي بيرفض عشان والدته مريضة. وبيعلن المدرس ان علي جاب درجة نهائية، وبيفرح علي وبياخد هدية قلم جديد، وبيروح يديه لاخته زهراء عشان ما تزعلش على الجزمة اللي ضيعها. هتروح زهراء المدرسة هتلاقي واحدة لابسة جزمتها، فهتدور عليها زهراء تاني في الحوش، وفجأة بتلاقي البنت اللي لابسة جزمتها لكن مش هتكلمها. وعلي هيروح المدرسة متأخر والمدير هيزعق له وهيطلب ولي الأمر، فبيعيط علي وهيقول له إن والده مشغول في الشغل وإن والدته مريضة جدا، فهيرفض المدير. وعلي هيقعد يعيط وهيروح علي للمدرس المفضل ليه وهيقول له إنه يروح للمدير ويرجعه المدرسة. وبعدين علي هيروح بيت البنت اللي لابسة جزمة أخته، ووالد علي قرر إنه يشتغل شغل إضافي. هياخد علي على شغله الجديد وهيلفوا على البيوت يسألوا لو حد عايز جنايني، ومحدش هيوافق غير واحد عجوز هيشغلهم. هيروح علي يلعب مع حفيد الراجل العجوز اللي اسمه علي برضه، ووالد علي هيروح يزرع ورد جديد وهياخد فلوس من الراجل العجوز، وهيقول لعلي وهم مروحين انه هيشتغل بعد شغله عشان يكسب اكتر. فبيطلب علي من والده انه يشتري جزمة لزهراء، بيوافق والده. وفجأة فرامل العجلة باظت وهيقعوا على الارض وهيتصابوا وبتبوظ العجلة وهيركبوا نص نقل ويروحوا. بيسمع علي والدته بتقول ان صاحب البيت هيطردهم لو ما دفعوش الايجار. بيقع القلم من زهراء من غير ما تاخد بالها، بتلاقي البنت اللي لابسة جزمتها فبتجري وراها زهراء لكن بتكون مشيت. وفي المدرسة بيعلن ان علي فاز في مسابقة، لكن علي بيزعل من شكل جزمته وزهراء بتكون زعلانة على القلم، فبتيجي البنت وبتديها القلم. وبيشتري والد البنت اللي لابسة جزمة زهراء جزمة جديدة لبنته، ووالدتها بتبيع جزمة زهراء لبتاع الروبابيكيا. بتمشي زهراء مع البنت وبتحكي لها ان والدها جاب لها جزمة جديدة، وبتزعل زهراء على جزمتها اللي اتباعت. وبيشوف علي من الشباك المشتركين في مسابقة الجري وبيتمنى انه ينضم لهم، وبيشوف ان من الجوائز المسابقة حذاء رياضي جديد، وبيطلب من المدرس انه يشترك، لكن المدرس هيرفض انه اتأخر في الاشتراك. هيعيط للمدرس فهيوافق المدرس، وهيروح علي يفرح اخته ويقول لها. هيوصل علي المسابقة وهيشوف اهالي الطلبة وهم بيساعدوهم. بيلبس علي لوحده وبيعتمد على نفسه، وبيبدأوا الجري، وبيفتكر علي اخته اللي بتجري كل يوم عشان ترجع له الجزمة. علي مش هيكسب الجايزة الأولى، وهيروح علي زعلان إنه مكسبش الجزمة. هيروح علي ويرمي لأخته الجزمة اللي اتقطعت من الجري، وهيحط رجله في المية، وهيكتشف إن باباه جاب له جزمة هو وأخته، وهيفرحوا جدا. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الأفلام الجديدة. أشوفكم الفيلم الجاي.